بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اخواتي حبايبي، يسعد صباحكم، يسعد مساكم يا رب بكل الخير. صباح الورد عليكم، صباحكم معطر بذكر ربنا سبحانه وتعالى. نزلت سوقت زي ما انتم شايفين، بس ده كان بعد الفطار. تمام. جبت بصل. عايزه نقول لكم جبت بصل مش اللي هو الاحمر، جبت الابيض الجديد. يعني الكيلو ب10، هو ارخص من التاني، وفي نفس الوقت التاني مش عارفه ب16 او ب17. فده هنشفه تنشيفه حلو، هو ناشف بس هنحطه برضو ينشف تنشيفه حلوه كده، بيبقى كويس. وجبت مكعب دجاج. عايزه نقول لكم هو مش مضر ولا حاجه، اعملي سيرش وانت هتعرفي على اليوتيوب، مش مضر ولا اي حاجه. وجبت 2 بشاميل برضو. عايزه يعني بصوا، في البيت لما بنيجي نعملها بتطلع حلوه معايا، البشاميل بيطلع حلو، بس لما بنزود عليه ده بيخليه زي الجبنه الموتزاريلا، بيبقى سايح، بيدي مطه حلوه كده. كيس ب7 جنيه. تمام. اللي هو زي مكعب الدجاج بالظبط، نفس الشركه. جبت اناناس بجعش العصير. عايزه نقول لكم كنتالوب واناناس، احنا بنقول عليه كده في مصر. بص باللبن بيبقى تحفه. يعني بالليل مثلا ساعات كده نقطعه ونعمله عصير لعيالي. بس ساعات بنضيف عليه لبن، بيبقى عسل. جبت برضه طماطم. بس الطماطم بنجيبها على طول بتبقى حمرا، يعني بنجيبها اللي هي الطيبه، مش اللي هي ولا ناشفه جامد ولا اللي هي طيبه جامد، اللي هي الوسط. بس يعني عشان محشي عملت، عشان اكله مثلا كده تبقى ما ياخدش مني كميات. اشربوا بقى معايا بند. ده كان بعد الفطار، والله العظيم نزلت تحس كده برتاح نفسي. عارفه بعد ما تطلع من صلاه التراويح، لا لازم تمشي لك حبه حلوين كده. بصي بتطلعك الطاقه السلبيه، بتاخدي الطاقه الايجابيه، وفي نفس الوقت ما بتجيبي مشتريات بتحس كده في حاجه حلوه في حياتك. عايزه نعمل بصوا صدر الفرخه ده هنوريكم هنعمل احلى حته. يعني مش عايزه نقول لكم هي المنديل بتتعمل لحمه، بس عايزه نقول لكم حته فرخه طلعت زي العسل. الصدور، خدت صدر الفرخه نوريكم الاختراع اللي اخترعته، والله العظيم كانت عسل، احسن من اللي عملتها. يعني عاملاها كلها صينيه وكلها طعمها حلو، بس دي طلعت احلى حقيقي، طلعت احلى. حطيت معاها بصل زي ما انتم شايفين، كم بصليه حلوين كده، كم طماطميه حلوين كده، كل ده شرايح. تمام. هنغسلهم غسله حلوه، وبعد كده نيجي بقى عاملاهم شرايح. عايزه نقول لك فرن البوتاجاز ده بيطلع معاكي الاكل حلو، حتى لو انت ما عندكيش فرن البوتاجاز، الشوايه بتطلع معاكي الحاجه حلوه. تمام كده. هنمسكهم نقطعهم شرايح. وهنجيب برضو بطاطستين. بصي هتشوي انت لو هتجيبيها من بره دي هتعدي معاكي الطريقه دي. ان جبتيها من بره هي زي الشيش كده، بس مدخله فيها بطاطس، مش حاطه فيها فلفل اخضر. هنا زي ما انتم شايفين بصل، طماطم، بهارات فراخ، حطيت ملح، حطيت كمون، حطيت فلفل اسمر. بجد طلع حلوة خالص، حبة خل حلوين برضو وملح. تمام كده. وهنيجي مجلوها بتجليبة حلوة كده زي ما انتم شايفين. وهنيجي بقى السيخ اللي هو بتاع البوتاجاز، بس كل ده في الخلاط الاول. يعني كل ده هنحطه مع بعضه كده في الخلاط، لان برضو هنعمل تاني شرايح زي كده، اللي هو البطاطس والبصل ده هنعملها زي كده. بص التتبيلة دي حلوة لما بتيجي تعملي صينية فراخ حلوة. عايزة حاجة مختلفة، انت عايزة تعملي حاجة مختلفة، عندك ضيوف في بيتك برضو، امسكي كده كم بطاطسية على كم طماطمية، كلكم بتعملوا احسن حاجة، بس كل واحد ليه طريقة يعني، فكلنا نفيد بعضنا. عملتها كده في الخلاط، ضربتها في الخلاط. بصوا بقى اللي هي الشرايح دي انا حاطه فيها بطاطس مزوده في، بصي بطاطس مشويه دي بتبقى تحفه. جربيها بالطريقه دي هتعجبك باذن الله. مش حاطه فلفل اخضر، انا كنت عايزه نحط بطاطس مطرح الفلفل، عايزه تزودي فلفل براحتك. خدت بقى ديت صدر فرخ. تمام. قطعتها كلها حتت صغيره كده، ونيجي نازله بقى عليها نيجي نازله عليها بالتتبيله اللي عملتها دي، هناخد نصها. تمام. تحفه، طعمها كان عسل. عيالي سابوا التانية وراحوا لدي حقيقي. فانت بقى عندك الكتاكيت الصغيره، اعملي لهم حاجات زي كده. بصي اللي ما بياكلش الفراخ بياكل اللحمه، جربي الطريقه دي. بصي هتلاقي العيال كده تتخانق عليها، لان بيبقى طعمها فعلا حلو. جلبتها تجلبه حلوه. كنت مولعه بقى الشوايه، كل ده على الشوايه. تمام. كان عندي بقى اللي السيخ اللي هو بتاع البوتاجاز ذاته. عايزه نقول لك 10 دقايق بالظبط كنت طافيه عليه. طعمها بيبقى حلو، وانت اخترعي، انت بقى في بيتك اخترعي. بصي نصيحه لكل اخت،
انا عايزه اقول لك خلي بيتك ده جنه، اوعي تجيبي مشاكل لحد عندك. ايوه البيوت بيبقى فيها، بس والله العظيم اللي هتهلكيه بعد الشر في مشاكل وهتهلكيه في جرف، لا. بص صحتك بالدنيا وعيالك محتاجينك. لكل اختك يعني كمروه مريت بحاجات كتير في حياتي، بس والله ربنا خزاينه واسعه. فانتي اهلكي صحتك في الحاجة المفيدة لعيالك، اهلكي صحتك لحاجة بما يرضي الله كده تعمليها. لكن هتنام وتتعبي وخناجات ومش عارفة، والله كل ده ما بيجيبش الا الفجر في البيت وبيجيب المشاكل حقيقي. فنصيحة لأخت من اخواتها، نصيحة الأخت لاخواتها، بصي مهما يحصل من راجل معلش الصيام واستحملي. المشاكل ما بتجراش عليه. بصي كلمة حاضر ونعم بتخلي الراجل بيبقى بسحر قدامك كده حقيقي. فربنا يعين كل واحدة في بيتها يا رب، واهلكي صحتك في الحاجة المفيدة، وخدي بالك من نفسك عشان عيالك محتاجينك. خدي بالك من صحتك عشان عيالك محتاجينك. ربنا ما يحوج حد لحد الا ربنا سبحانه وتعالى يا رب. انا عايزه اقول لكم فتره القناه اللي عدت دي انا مريت بيها فتره سيئه، بس كنت بننزل نتمشى، عارفه ان انا في حد بنحبه بنروح عنده. عارفه ان في امي ربنا يخليها، عارفه ان جوزي ربنا يخليهولي كانوا بيطلعوني من، عارفين انت لو حد بيهون عليك شوفي من اللي بيهون عليك وفضفضي معاه، بس ما تجيبيش اذى لنفسك في بيتك. وربنا يحفظكم جميعا ويحفظ بيوت المسلمين يا رب، اللهم امين. فعشان كده اخترعي طول ما انت واقفه، اعملي حاجه حلوه في بيتك، خليكي دايما جديده. ده بيختلف وبيخلي الراجل يتحنى لك حقيقي. ربنا يسعدكم ويعمر بيكم يا رب. كده كنت خلصتها بقى، هندخلها على الشوايه على طول. حطيت حته لحمه، حته بصله، حته طماطمايه، وزي ما انتم شايفينه كنت متبلاها قدامكم اهي. هنحطها بقى على الشوايه، بس هنجيب صينيه بقى كل ده اللي هي البطاطس اللي من تحت ده وكل ده هنحطه في صينيه بقى ايه اللي هي فيها الفراخ ده. كده خلاص خلصت منها، نحطها بقى على الشوايه ونجي حاطه تحتيها صينيه عشان ما تجيبش ايه الحاجات اللي بتنزلها ما تجيبهاش في الفرن بوتاجاز ذاته. خدت بسط 2 بطاطستين مع بصل، وحطيت حبه فلفل اسمر، حطيت حبه كمون، ورق لورا، مثلا معلقه زيت كده بس في الاخر على وش الصينيه. اللي انا عملت ده كلها التتبيله هننزل برضو بيها في صينيه. عايزه نقول لكم فريق كل كده وكل كده، بس اللي اتاكلت اكتر اللي هي كنت عاملاها هي زي الشيش طاووق، بس يعني مدخله فيها بطاطس ومدخله التتبيله، مش عاملاها اللي هي بتبقى ايه بهارات مش عارفه ايه وزبادي لا، انا عاملاها كده اللي هي التتبيله مختلف. الخل بيطلع الاكل تحفه، الفراخ بالذات الخل والليمون بيطلعها لك كده ايه حاجه وهم كده. خلاص خلصتها، هنفرش بقى ايه بقيت الحاجه في الصينيه. عايزه كل اخت وصلت معايا تحط لي اللايك، الكومنت الحلو، اثبتي وجودك معايا عشان كل ما بننزل حاجه جديده توصلك ان شاء الله. انا عايزه نقول لكم نفسي ربنا سبحانه وتعالى يجمعني بكم. الكلام الحلو اللي بتقوله لي ربنا يجعلكم في كل حاجه خير يا رب، وجعلكم يا رب كده سند وظهر بعد ربنا سبحانه وتعالى لي. فربنا يخليكم اليوم. متشكره جدا على الكلام الحلو اللي بتقوله لي ده. خلصت بقى انا فرشت كل حاجه في الصينيه وحطيت ورق لورا وحطيت زيت على البوتاجاز. على البوتاجاز تاخد كده صدمه حلوه، وبعد كده ننزلها بقى على الشوايه. وكده كنت خلصت، وده كان فطرنا النهارده. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. بصوا كده، وممكن تعمليها لحمه، ممكن برضو مش عايزه تعملي فراخ، عندك لحمه عايزه تعمليها بواجي اعمليها كده. والله لو هتجيبيها من بره هتعدي معاكي مبلغ وقدره. ده من ايه؟ من صدر فرخه كمان ايه صغنونه، يعني مش اللي هو بتاع 1.5 كيلو. بصوا عامله ازاي ومحمره وكانت طيبه وكانت طعمها عسل والريحه بتاعتها ماليه الشج. فهلك صحتك للحاجه الكويسه اللي بما يرضي الله اللي هتعود عليكي في بيتك. فالحمد لله ده كان فطرنا النهارده. نتمنى يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، نتمنى ما اكونش طولت عليكم. ونتمنى اخواتي تشاركوا لي فيديوهاتي، تدعموني باللايك. كتر الف خير كل اخت وصلت معايا لحد هنا، وربنا يسعدكم ويهنيكم في بيوتكم يا رب، اللهم امين. وكانت الصينيه برضه اهي. انا عايزه اقول لكم طلعت حلوه خالص. بصوا البطاطس عامله ازاي، البطاطس طالعه وهمي كده مع الفراخ طالعه حلوه خالص. بصوا مشويه محمره، الاتنين مع بعض تحفه. انت ممكن تعمليها صينيه كده مكعب دجاج وتاخدي الشوربه بتاعه الفراخ تنزلي بيها، بتبقى عسل.
بصوا عامله ازاي. والله كانت اكله ما شاء الله، يعني عايزه نقول لكم كده كانت طعمها حلو خالص. انت بقى وشطارتك في البيت، انت وشطارتك كده اختراعات الاكل كده، الحاجات الحلوه بتاعت رمضان للعيال الصغيره بالذات عشان المناعه. ربنا يفرحكم باولادكم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. نسيبكم يا اغلى الناس في رعايه الله. وده كان فيديو النهارده، اللايك الكومنت الحلو، اثبتوا وجودك معايا. وفيديوهات جديده باذن الله. مستنيه دعمكم ليا. نسيبكم في رعايه الله، مع الف الف سلام. السلام عليكم.